اللهم يا رب العالمين نسألك أن ترحم شهداءنا وتفرج عن معتقلين وتشافي جرحانا يا رب العالمين. ونتابع إلى الوسط السوري إلى حماة وريفيا لينضم إلينا من هناك من حماة أبو هشام الحموي الناشط الإعلامي عن حماة وريفيا. حياك الله أخي أبو هشام الحموي. نعم، حياك الله أخي الكريم، وتحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. لو تضعنا في مجمل التطورات والأوضاع لديكم، ماذا في الميدان في حماة نعم. وريفيا؟ تفضل. نعم أخي الكريم، سأبدأ لك أخي الكريم بالأخبار العاجلة، ردا على مصدر النيران التي تستهدف أخوان المدنيين. اليوم الثالث على التوالي كتاب الثوار دق مطار حماة العسكري بصواريخ الجراد، ووردنا اشتعال النيران فيه وفي ريف حماة. والآن وأنا أتكلم معك الثوار يدكون من جيش العزة، يدكون بقذائف الهاون 120 مواقع عصابات الأسد في محطة محرد الحرارية بريف حماة الشمالي، والإصابات محققة والحمد لله. نعم، وبالذهاب إلى مدينة حماة. بالنسبة للسجن المركزي، عناصر الأمن وضعوا تشويش قوي جدا لمنع الاتصالات، والآن أخي الكريم يصعب علينا الوصول إليهم منذ ليلة الأمس. وأيضا وردنا حسب مصادرنا من داخل مدينة حماة انتشار أمني كثيف لقوات النظام في حي الأربعين، وتفتيش مكثف للمواطنين داخل المدينة. أخي الكريم، هنالك ضيق كبير بالنسبة للمدينة بهذا التفتيش. أيضا أخي الكريم، قامت عصابات الأسد منذ يومين، هذا بالريف الحموي، قامت عصابات الأسد بوضع فتاة شبيحة في حاجز تل برهان المتواجد بين قلعة المضيق والسقيلبية، وذلك لتفتيش النسوة ضمن غرفة مغلقة، والتدقيق مكثف جدا جدا. نعم أخي الكريم، ومن جانبه وبالنسبة للقصف، شن الطيران الحربي عدة غارات بالصواريخ الفراغية اليوم على مدينتي كوبرزيتا واللطامنة. وأيضا نعم أخي الكريم، وأيضا قبل قليل استهدفت عصابات الأسد قرية الزكاة بالصواريخ الموجهة. وأيضا بالريف الجنوبي استهدف اليوم الطيران الحربي بلدة طلف بالقنابل العنقودية، وأنباء عن إصابات بينهم أطفال ونساء. نعم أخي الكريم، بالذهاب إلى الريف الغربي في سهل الغاب، وردنا حسب مصادر لنا أنه هنالك إطلاق نار مكثف على مقرات شبيحة قيصر في بلدة الجيد من قبل عناصر أمن النظام، ولحد هذه اللحظة لم تردنا أسباب هذا الخلاف الذي بينهم. هذا بالنسبة أخي الكريم الأوضاع الميدانية في حماة وريفها. نعم أخي أبو هشام الحموي الناشط الإعلامي عن حماة الحبيبة وريفيا، لك جزيل الشكر.